كيكة التايجر. بصوا جمالها حلو قوي، خفيفة وهشة، طعمها حلو وشكلها كمان احلى. مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بلبن، تغيري بيها ريقك كده الصبح انت وولادك انت وجوزك، او ممكن كمان تنفع للعشاء. حاجة حلوة قوي وبسيطة وسهلة، ممكن تعمليها وتحطيها في التلاجة تفضل عندك، بتبقى طرية جدا وما بتنشفش. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات للورندا. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه، واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعمل الفايده للجميع. واتكلمنا كتير، يلا بينا على الفيديو السهل البسيط. اول حاجه هنحضر المكونات بتاعتنا. هنا عندنا المنخل بتاعنا، لازم ننخل الدقيق عشان الكيكه بتاعتنا تبقى هشه وحلوه. مرحله مهمه قوي ان انت تنخلي الدقيق. عندي كوبايتين من الدقيق، مج الشاي العادي اللي موجود في اي بيت، اللي احنا بنشرب فيه الشاي بتاعنا العادي. هنا بقى حطيتهم كده الكوبايتين في المنخل، وهضيف عليهم معلقتين من النشا، معلقتين هرميين كده من النشا، بتخلي الكيكه هشه كده وحلوه. وهنزل كمان عليها بذره من الملح، وكمان هنزل عليها بمعلقه من الكيك شيف او البيكنج باودر، معلقه كده كبيره محترمه. يبقى دي كل المكونات الجافة بتاعتنا. هنبدأ بقى ننخلها كويس جدا، لان نخل الدقيق مهم قوي قوي قوي، بيدي نتيجة هايلة جدا في الكيك، بيخلي الكيك بتاعي كده حلو وهش وخفيف، ويبقى بصراحة تحفة. بعد كده بقى هنركن بقى المكونات الجافة دي كده على جنب، وهنبدأ بقى نشتغل في المكونات السائلة بتاعتنا. هنشتغل كل المكونات السائلة في شفشق الخلاط كده على السريع. هنا اول حاجه هنزل بثلاث بيضات، 3 بيضات، طبعا يكون البيض ما يكونش في التلاجة. وهنزل هنا بكوبايه وربع من السكر، كوبايه وربع مناسبه جدا، بتبقى سكرها حلو جدا مظبوط يعني. عايزه تقللي عن كده براحتك، عايزه تزودي براحتك. وهنزل هنا ب2 باكت من الفانيليا، ولو عندي فانيليا سايله مفيش مشكله. وهنزل بمعلقه الخل، ودي مهمه جدا جدا للكيك، لاي معجنات عامه يعني. بتخلي الخليط بتاعي فاتح، الكيك بتاعي بيبقى فاتح جدا ويبقى هش كده. وكمان لو قعدت في التلاجة مهما قعدت ما بيجرالهاش اي حاجه، بتفضل فاتحه وما بتنشفش. هنا بقى ضربت كل المكونات دلوقتي كده في الخلاط. هنزل بقى بايه؟ هنزل بكوبايه من الحليب. الحليب هنا عندي دافي بسيط كده، هنزل بكوبايه من الحليب. وكمان هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت، بكوبايه الا ربع من الزيت. وبعد كده هبدأ بقى اضرب الخليط ده كله كويس قوي مع بعضه. بصوا هنا كده خلصت ضرب المواد السائلة مع بعض. هجيب بقى المواد الجافة بتاعتنا، وهبدأ بقى انزل على الخليط اللي احنا ضربناه دوت على المواد الجافة. اهم حاجة في الكيك عشان ما يهبطش منك وكمان الهواء ما يخرجش، ان احنا دايما نقلب في اتجاه واحد. ما تفضليش تيجي من الشمال من اليمين وهكذا، لا بصوا دايما كده في اتجاه واحد. هنا خلاص الخليط قلبناه كويس، وتأكدنا ان كل حباية دقيق اتغلفت بالمواد السائلة بتاعتنا، وكل الخليط اختلط بقلب بعضه تمام. هعمل ايه؟ هجيب الخليط دوت هقسمه على مرتين، يعني هاخد نصه كده في مثلا في بولة، والنص التاني هحطه برضو في بولة. عايزة تحطيه في اكياس حطيه، مفيش مشكلة خالص. هنا خدت نص الخليط هنا ونص الخليط هنا. هعمل ايه بقى؟ هجيب بقى واحد منهم هحط عليهم معلقتين من الكاكاو، والكاكاو هنا عندي انا نخلته طبعا. هنا بقى هنزل عليهم بمعلقتين 3 كده من الحليب برضو دافين، وهبدأ بقى اقلب. المهم يعني سمك الخليط البني يبقى نفس سمك الخليط الابيض.
ما بكترش طبعا في اللبن، بحط حوالي معلقتين 3 لغايه ما احس ان السمك ده بقى مظبوط زي السمك ده بالظبط، الاتنين زي بعض. وهقلبه برضو زي ما انتوا شايفين في اتجاه واحد. بصوا هنا وصل معايا بالشكل ده. هنا بقى عندي صينيه مبدرتها بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى انزل الخليط بتاعنا في الصينيه، في نص طبعا الصينيه. ببدأ انزل الخليط، حبه من الخليط ده وحبه من الخليط ده. بصوا بدأت هنا بالابيض في نص الصينيه اهو، بشاور لكم بقول لكم في نص الصينيه. ببدأ انزل بالخليط كده كأن دايره كده. بصوا انتوا هتشوفوا يعني، انتوا هتلاقوا هو الفيديو شارح نفسه. بصوا نزلت بشويه كده، وبعد كده هنزل على نفس الدايره بشويه تانيين فوقيها، فوق الدايره كده. ده الخليط البني. نفس الخليط الابيض هحطه تاني على البني، نفس الدايره. هو ده اللي بيديكي شكل التايجر او شكل الكيكه زي ما انتوا شفتوها اهو. بصوا كل دايره فوق التانيه، يعني انا بصب فوق كل دايره لغايه طبعا ما بخلص كل الخليط اللي معايا الابيض والبني بالشكل ده اهو. مرة ابيض ومرة بني، مرة ابيض ومرة بني، لغاية ما بخلص طبعا الكمية كلها. قد ايه بتبقى حلوة جدا في التلاجة. وساعات بيبقى الواحد ملهوش نفس للعشاء، بيبقى ياخد له قطعة كده مع كوباية شاي او كوباية شاي بحليب. بتبقى حلوة جدا. او حتى الصبح ساعات برضو الواحد بيبقى قايم الصبح مش قادر ياكل حاجة، فممكن ياكل حاجة بسيطة كده. للاولاد برضو قطعة في المدرسة بتبقى حلوة يعني. هنا كده خلاص كده انا خلصت. هخلص بقى الخليط كله زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا طبعا الفيديو شارح نفسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لغايه ما اخلص طبعا الكميه كلها اهي. انا بقى مسخنه الفرن عندي، لازم تسخني الفرن كويس. وبعد كده بحطها في الرف اللي في النص، بتقعد حوالي 40 دقيقه او 45 دقيقه على نار متوسطه. وبعد كده بتطلع معانا بنقطعها بعد ما بتبرد، بتبقى بالشكل اللي انتوا شفتوه معانا ده. بصوا شكلها حلو قوي بجد، حلوة حلوة وخفيفة. والخل ده بصراحة حلو جدا في المعجنات عامة يعني. بصوا جماله حلو جدا ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.